السلام عليكم. بصي يا ستي، ما هو انت لما تعملي صينيه سمان بالرز المعمر ويبقى وشها غرقان بالزبده كده، مش اي زبده، لا ده زبده بلدي كمان، محدش يقدر يقول بعد كده ان انت مقصره وتبني فيها صرفه ومكلفه وعامله مجهود. هي ما بتاخدش في ايدك 5 دقايق شغل بالظبط، بتحطي كل المكونات على بعضيها وتحطي الزبده على الوش وتدخليها الفرن. تعالوا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه بتجيبي السمان وتغسليه وتنضفيه كويس زيه زي اي طيور. باذن الله ربنا ييسر اعمل لكم بيه فيديو انك ازاي اصلا تجيبيه وتربيه في البيت. هضيف معلقه من السمنه البلدي ومعايا توابل ملح وفلفل وبهارات مشكله، بس مش اكتر من كده، مع بصلايه كبيره هفركهم قوي كويس مع بعض عشان نطلع كل العصاره اللي في البصل. وبعد كده اضيفها على السمان. هو بيكون من الطيور الصغيره اللي في الحجم وفي السن، فما بتاخدش وقت على النار. بنزل البصل كده على السمان وهقلبه فيه كويس علشان ادعكه فيه كويس قوي، يعني علشان يتبل معايا كويس. مش هضيف طماطم ولا اي حاجة علشان ده رز معمر فهيكون لونه ابيض، فما ينفعش نغير اللون باي حاجة تانية. انا فتحته كده من الظهر، قصيته بالطول، هتشوفوا دلوقتي وانا بوريهولكوا. يعني الصدر كامل على بعضه مقفول من قدام والظهر من ورا، قصيته بالمقص علشان يبقى مفتوح كده ويملى وش الصينية. تعكيب البصل كويس وتبليه كويس، ويفضل تسيبيه يعني لو معاكي وقت تسيبيه شويه، غطيه كده، لا اما بقى تسيبيه يتبل شويه او ترفعيه مباشر على النار على البوتاجاز عادي. يتقلب بس تشويحه بسيطه زي ما وقت ما احنا بنشوح الفراخ عادي. ناخد تشويحه كده، لان لو ضفنا اللبن دلوقتي هيبقى فيه زفاره، احنا مش هنبقى حابينها خالص في اللبن مع السمان الني. هبدا اطلعه كده من الصينيه علشان هحتاجه انا بقى يبقى على الوش، فهرص الحاجات بتاعتي الاول تحت وبعد كده ارص السمان على الوش تاني. هكون مجهزه وقتها كوبايه من الرز المصري عادي المغسول ومنقوع. اصفيه كده وانزله في الصينيه واقلبه في تتبيله البصل ده عشان ياخد منها طعم التتبيله بتاعتها كويس. هدي بقى الرز التمليحه بتاعته، رشه صغيره من الملح ورشه صغيره قوي من السكر وكمان رشه من الفلفل الاسود. هقلبهم في بعض كويس وهبدأ هكون مجهزة ده كده كوباية من الرز المصري، فأنا هجهز لها لتر من الحليب المغلي، ويكون من اللبان يعني فلاحي عشان يبقى طعمه دسم كده ومليان خير كويس، عشان ملح يتبل فيها كويس ويتوزع كويس في الصينية. بعد كده هرص على وشها السمان، المفروض ان انا اغرقه في قلب اللبن كده علشان ما يبقاش ناشف، يعني ياخد من سوى الحاجات ويبقى طري. ما يبقاش على الوش كده وناشف، وكمان هو لسه ما كملش سوا. طبعا من اجمل الحاجات في التسويه الالومنيوم، اي ان هو بصراحه انا بشوف ان هو افضل من اي نوع اواني تانية. فبفضل دايما ان انا بالذات لو في حاجات هتطول في الفرن ورز لسه هيستوي وهياخد وقت وكده، فيفضل طبعا ان انا استخدم الومنيوم افضل من البايركس، او كان المفروض يعني ان احنا نعمله في برام فخار، لكن انا بشوف ان التسويه بتبقى مظبوطه في الالومنيوم وبتبقى الصينيه مستويه من كل الجهات. رشيت على وشها كده زي ما شفتوا قطع من الزبده البلدي، بغطي الصينيه وبدخلها الفرن تستوي، وفي اخر 5 دقايق بكشف عليها وهي بتكون اصلا خدت وش، بس بديها الوش الكامل. قعدت في الفرن حوالي 45 دقيقة. بيكون خلاص يعني ما شاء الله، مجرد سوى الرز بيكون السمان استوى، لان هو صغير في السن وفي الحجم فبيستوي بسرعة جدا. ما شاء الله بيكون الرز واخد سوى مظبوط وطعمه خطير، لان طعم الزبدة فيه قوية جدا، والرز طالع مفلفل واللهم بارك، لان المقادير مظبوطة. الزبدة متوفرة عندي دايما بأي كميات مطلوبة، وفي كميات جملة، طبعا اسعار مخصوص للجمله واسعار مخصوص كمان، وخصومات حلوه قوي لكل اللي عامل فولو هنا على القناه او الصفحه. فالحقوا العروض والخصومات في اول السنه كده. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير متابعه. دمتم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.